مساء الخير والعافية على كل متابعي قناة مطبخ مجنات. اليوم راح أسوي أنا وياكم طريقة عمل الدونات بعجينة كلش حلوة والطعم كلش طيب بشهادة اللي أكلها. أطيب من الجاهز 1000 مرة. جربوها وطوني رأيكم بيها. شوفوا عجينتها من فتحتها تخبل. قبل ما أبدي بطريقة العمل أرحب بكل المتابعين الجدد والقدماء. أول ما أبدي راح أخذ ملعقتين من السكر وملعقة طعام خميرة. راح أضيف كوب حليب دافي. راح أخلط كل زين إلى أن يذوب السكر، وبعدين راح أتركها على جهة إلى أن تتفاعل الخميرة. هنا أنا عندي كوبين من الطحين. راح أضيف ملعقة شاي، ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وراح أضيف ملعقة صغيرة تقريبا نص ملعقة صغيرة مملوءة من الملح، وأيضا أتركها على جهة. هنا أنا ضفت على الخميرة من بعد ما تفاعلت البيض والفانيلا. الفانيلا أضفت نص الكيس، وهنا أنا راح أخلط كل زين إلى أن البيضاية كلها تتجانس ويا الخميرة. راح أبدي أضيف الطحين بالتدريج اللي خليت عليه الملح والبيكنج باودر. هنا أنا راح أبدي أعجن شوية شوية إلى أن أخلص كل الطحين، وبعدين أبدي أعجن بإيدي. أعجن العجينة كل زين، ونوعية العجينة من نوع اللي تلتصق بالإيد. وهنا أنا من بعد ما ظليت أعجن راح أضيف ملعقتين طعام من الزبد بدرجة حرارة الغرفة، وأستمر بالعجن إلى أن الزبد كله يصير ويا الطحين كله يتلابس، وبعدين راح أتركها. هذا يكون شكل العجينة مثل ما قلت لكم من نوع تلتصق بالإيد. راح أخليها نفس ما هي وأغطيها، أتركها إلى أن ترتفع. الوقت اللي احتاجته نص ساعة. وهنا أنا راح أسوي الحشو اللي هو الكاستر. راح أضيف كوبين من الماء على جدرية وبعدني ما فاتحة النار، وضفت 5 ملاعق طعام كبيرة من الحليب مملوءة بشكل هرمي. وإذا عندكم حليب سائل ما يحتاج الباودر نضيف كوبين فقط. إلى هنا أنا بعدني أشتغل على البارد. راح أضيف الكاستر. ضفت 4 ملاعق طعام كبيرة من الكاستر وأيضا مملوءة بشكل هرمي، وأيضا ضفت 4 ملاعق طعام من السكر مبينة بالتصوير. هنا أنا راح أخلط على البارد إلى أن تذوب كل المواد، وأعلق الطباخ على نار متوسطة. أظل أحرك إلى أن يصير بهذا الشكل. هسه راح أرفعه من النار. راح أغطيه وتركه على جهة. أيضا راح يسخن بهذا الوقت. وهنا أنا راح أرجع للعجينة. هنا عندي ارتفعت واختمرت. راح أرش عليها قليل من الطحين وأسويها على شكل كور بهذا الشكل، وراح أخذ قطع من ورق الزبدة، وكل كورة أخليها على قطعة صغيرة من ورق الزبدة، وراح أسوي كل الكمية. وبالنسبة للقياس انتو حسب ما تريدون. سويتها بحجم صغير لأن بعدين راح تختمر ويكبر حجمها. هنا أنا راح أتركها أيضا نص ساعة. غطيتها بنايلون وبعدين رفعت النايلون من عندها. هذا صار شكلها واختمرت وكبر حجمها. هنا أنا خليت زيت على الطاوة، على أي شيء عميق عندكم حتى تتقلى بصورة صحيحة وكل الزين. وراح أضيف وحدة وحدة وراح أقليها. طبعا النار تكون بالبداية يسخن الزيت كلش، بعدين أوطي النار أسويها أقل من المتوسط، وأبدي أضيف إلى أن وأقلبها بين فترة وفترة وأتابعها حتى لا تحترق. وهذا يكون شكلها ولونها، وراح تنتفخ بعد أكثر بالنار مثل ما تشوفون. من بعد ما كبر حجمها أيضا من قليتها كبر حجمها بعد أكثر وأكثر. هنا تحبون تغطوها بالسكر المطحون أو السكر العادي أو تتركوها نفس ما هي، هذا شيء اختياري. مثل ما شفتوا هنا أنا أخذت فورمة والكيس الحلواني وضفت عليه الكاستر
وراح أخلي الكاستر بداخل الدونات. اللي وصل وياي لحد هنا لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس والتعليقات الحلوة اللي تشجعني أنزل فيديوهات أكثر وأكثر. وهذا شكلها النهائي، عجينة طعمها كلش طيب وناجحة، ومثل ما تشوفون شلون منفوخة والحشوة مالتها كلش طيبة. وهسه وصلت لنهاية الفيديو، إن شاء الله عجبكم، وإن شاء الله ألتقيكم بفيديو جديد ووصفة جديدة، وأترككم في أمان الله.